خدعوك فقالوا لو انت مريض سكر غير آمن على الإطلاق ان انت تلعب أي رياضة. والحقيقة ان مريض السكر محتاج يلعب رياضة، والرياضة بتدخل في جزء من علاج مريض السكر، لان الرياضة من الحاجات الفوائد كتيرة جدا ليها انها بتحسن من مقاومة الانسولين. بس مهم جدا بقى لما تيجي انت كمريض سكر سواء نوع اول او نوع تاني، لما تيجي تقرر انك تلعب رياضة لازم تستشير الطبيب بتاعك. ليه بقى؟ لان هو اللي هيحدد لك النوع الرياضة اللي هتلعبها ومدة الرياضة اللي هتلعبها، لان هي معتمدة على عوامل كتيرة قوي. اول حاجه هو لازم يعرف عندك مشاكل في القلب ولا لا، لازم عندك مشاكل في العين ولا لا، عندك قدم سكري، انت نوع اول ولا نوع تاني، بتاخد انسولين ولا ما بتاخدش. ففي حاجات كتيره جدا احنا بنراعيها لما نيجي نحدد الرياضه لمريض السكر. فهل الرياضه امنه أو مطلوبة؟ الرياضة مطلوبة والرياضة آمنة لمريض السكر، لكن بشروط اللي بيحددها الطبيب المختص بعلاجك، عشان بيقيم عوامل كتيرة جدا قبل ما يحدد لك نوع الرياضة اللي تناسبك. وسؤال حلقة النهاردة بقى، قولولي مريض السكري يلعب رياضة ولا ما يلعبش؟